تخيل معايا ان انت عندك دور برد بسيط. قربت من طفل ولعبت معاه، فتسببت ان الطفل ده يجيله عدوى ما تبانش عليه دلوقتي، ولكن تقتله بعد 16 سنة. تعال افهمك الحكاية. انا حازم قريتهم، وده الفيديو رقم 2 من سلسلة فيديوهات بنحلل فيها حلقة دكتور هاوس من منظور طبي وواقعي. شاب عنده 16 سنة بيشتكي بدبل فيجن ونايت تيرور. نايت تيرور وهي الكوابيس الليلية، ودبل فيجن وهي زغللة وازدواجية الرؤية. الأعراض دي ظهرت عليه بدون أي سبب واضح. دكتور هاوس بيفحص المريض ويفحص عينيه ويلاقيها سليمة، فيقول له روح، وهو مطمئن تماما المريض ما فيهوش حاجة. لحد ما هتحصل حاجة هتخلي دكتور هاوس يغير رأيه تماما ويحجز المريض. دكتور هاوس يلاحظ مايوكلينيك جيرك في القدم اليمنى للمريض، ودي عبارة عن حركات عضلية مفاجئة بتكون لا إرادية، تكون جزء من أمراض كتير. وهنا تبدأ الكيس بالمعطيات دي: شاب 16 سنة، نايت تيرور، دبل فيجن، واخيرا مايكلونيك جيرك. اول حاجه بيعملها هاوس انه بيعمل EEG اللي هو رسم المخ عشان يتاكد ان فعلا في نايت تيرور، وبالفعل الاشارات تثبت ان في نايت تيرور. تاني حاجه بيعملها هي رنين على المخ، ويلاقي حاجتين: مننجر انهانسمنت، ويلاقي بوينج او انحناء موجود في الكوربس كالوزم. طيب دول ليهم معنى واحد، ان في زياده او ارتفاع في ضغط السائل النخاعي، فضاغط على المخ. وبالفعل يركبوا للمريض شنط، والشنط ده عبارة عن أداة بتستخدم لتصريف جزء من السائل النخاعي، فبالتالي بتقلل ضغط الواقع على المخ وبالتالي الأعراض. وأثناء ده بياخدوا عينة من السائل النخاعي وبيحللوها، ويلاقوا فيها حاجة اسمها أوليجوكلونال باند IgG، ودي عبارة عن أجسام مناعية بتنشط في الجهاز العصبي في حالات العدوى أو بعض الأمراض المناعية، وأشهرها هو مرض ال MS أو تصلب الشرايين. هنا الفريق بتاع هاوس كله بيتفق إن ده مالتيبل سكلروز. وللأسف ده مرض بروجريسيف بيعمل تلف في الخلايا العصبية، وحتى الآن ملوش أي علاج. كل الأدوية اللي موجودة ما هي إلا بس بتقلل تقدم المرض. بعد اتفاق هاوس والفريق بتاعه ان المريض عنده MS، بتحصل حاجه بتقلب الموازين فجأة. وفي نص الليل المريض بيختفي. يفكروه في الاول هربان، ولكن يحصل ما هو اسوأ: المريض دخل في acute confusional state او اضطراب حاد في درجه الوعي. في اللحظه دي هاوس بيستبعد تشخيص ال MS تماما، ويفكر في عدوى قد تكون بكتيرية أو فيروس. يدي المريض بنسلين ومضاد حيوي داخل السائل النخاعي مباشرة، ولكن بلا جدوى. أصبح ما قداموش غير حاجة واحدة بس، إن دي عدوى فيروسية. ولكن أنهي فيروس وسط آلاف الفيروسات؟ دكتور هاوس وبتوقعه وحدسه العبقري كالعادة بيشكك في التاريخ المرضي للمريض نفسه. اكتشف ان الوالدين مش ابوه وامه الحقيقيين، بالرغم ان الام ادت التاريخ المرضي للام الحقيقيه، الا انها ما تعرفش اذا كانت الام الحقيقيه اتطعمت ولا لا. تعال اقول لك ليه ده مهم. في الحقيقه ان الطفل في اول 6 شهور وقبل اكتمال جهازه المناعي بيعتمد على الاجسام المناعيه اللي كونتها الام على مدار حياتها. فماذا لو كانت الام دي غير مطعمه، او ما عندهاش اجسام مضاده تحميها وتحميه من فيروس في منتهى الخطورة زي الحصبة؟ في نفس الوقت اتعرض الطفل لشخص عنده الفيروس ده أو عنده دور برد. أنا أقول لك اللي ممكن يحصل. الطفل ساعتها بيكون قدامه خيار من اتنين: الأول إنه يجيله طفح جلدي وارتفاع في درجة الحرارة وبعض الأعراض قد ينجو منها أو لا ينجو. المثال التاني، وده اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة، إن الفيروس أول ما يخش جسم الطفل ما يظهرش أي أعراض، ولكن يطلع يستخبى في الجهاز العصبي تحديدا في المخ، ويفضل هناك كقنبلة موقوتة تنفجر في أي لحظة حتى وهو عنده 16 سنة. وبالفعل يتأكدوا من التشخيص عن طريق إنهم بياخدوا ريتنال بايوبسي أو عينة من شبكية العين، يبدأوا يدوله انترفيرون، ده بيستخدم كأنتي فايرال. ركز في اللي جاي بقى. سنة 1998 ظهر عالم اسمه ويكفيلد، عمل دراسة هزت العالم وقتها، كانت بعنوان: هل تطعيم مرض الحصبة يزيد من احتمالية مرض التوحد عند الأطفال؟ وهنا انتشر الهلع بين الأهالي. انخفضت تطعيمات الحصبة، زادت نسب الإصابة بالحصبة ومضاعفاتها والوفيات الناتجة عنها، لحد ما في 2004 يظهر صحفي اسمه براين دير يشكك في صحة الدراسة دي، وتستمر التحقيقات من 2004 لحد 2010. وفي 2010 بالفعل يتم سحب هذه الدراسة رسميا، ويتم تجريد ويكفيلد من رخصة مزاولة المهنة. في 2004 كان ده متزامن مع ظهور مسلسل هاوس، ودي كانت الحلقة التانية في مسلسل هاوس. اللي حبيت أقوله إن هاوس في الوقت اللي طلع فيه ما كانش مجرد بيعرض
احداث دراميه، بالعكس ده كان شايل فعلا معلومات طبيه حقيقيه وتوعيه واضحه من خلال الكلام عن تطعيم الاطفال، عن تطعيم الام نفسها، خطوره التعامل مع الطفل في سن صغير قبل اكتمال جهازه المناعي. والاهم من ده كله بالذات بالنسبه لنا احنا كدكاتره ان التاريخ المرضي مهم جدا، وان زي ما هاوس بيقول everybody lies. بس كده، ولو عجبك الفيديو اعمل فولو، لو انت على اليوتيوب اعمل سبسكرايب، وقول لنا في الكومنتس ايه الاخطاء الطبيه اللي انت شفتها واحنا ما خدناش بالنا منها. شكرا.